من فترة طلعت هنا في البرنامج والزمالك بيكسب والزمالك متصدر، وطلعت قلت يانيك فيريرا مدرب عادي جدا، وقلت على سيف الجزيري ليه ما بيلعبش، مش شايف يعني عدي الدباغ تديله يعني ماتشات وكده. عدي الدباغ ادي 5 ماتش على التوالي دلوقتي يا جماعه، 5 ماتش على التوالي، مفيش كرة في العارضة، مفيش كرة في القائم. وبالتالي طلع بقى الزملكاويه كتير من الزملكاويه والصفحات، انت بتحارب النادي، الكابتن التاريخي بيتكلم عن النادي. لا معلش بقى، ما يكون خالد غندور بيتكلم في الكوره لو سمحتوا اسمعوا فقط. انا بقول اللي بشوفه بما يرضي الله، واللي بيحب شيء بيبقى صادق معاه، واللي بيحب عمله وشغله بيقول اللي يمليه عليه ضميره. النهارده الزمالك خسر عشان يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك اللي هو بلا خبرات، اللي هو مدرب لا يليق انه يكون مدير فني لنادي بقيمه نادي الزمالك. النهارده انت بتلاعب وادي دجله، والاهلي امبارح بيلاعب بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا. امبارح الاهلي خارج نطاق الخدمه، مش موجود. النهارده انت ما دخلتش الخدمه اساسا. النهارده وادي دجله هو الزمالك والزمالك هو وادي دجله. النهارده لو انت بتتفرج على الفرقه هتحس ان فرقه الزمالك هي اللي طالعه من الدرجه الثانيه، ووادي دجله هي اللي متحكمه، هي اللي مسيطره، هي اللي بتخلق فرص، هي اللي بتستحوذ، هي اللي كانت ممكن ترجع في الشوط الثاني 3 بعد ما واحد رقص الفرقه كلها. النهارده الزمالك ضايع، تغييراتك ضايعه، الزمالك مش شايف قدامه، ولولا محمد صبحي وتألقه لكانت النتيجه تكون 4 و5. النهارده الراجل تغييراته غريبه، مطرود منه واحد ينزل ادم قايد، وبعد كده يستعين باحمد حمدي في النهايه، وتغييراته نمطيه. عدي الدباغ 65 70 دقيقه انزل، وعندك مشكله في نص الملعب محمد شحاته، وعندك دونجا مش موجودين، تلعب لي سيف جعفر. سيف جعفر اللي هو اساسا طول عمره في قطاع الشباب والناشئين هداف الفرقه بتاعته، بيلعب راس حربه او بيلعب صانع العاب، وعمره ما كان بتاع ضغط على الخصم او قطع كرات، مش بتاعته، مش شغلانته. كمان مستوى سيف مش يؤهله دلوقتي انه يبتدي، مع كل احترام وتقدير. عندك محمود جهاد، عندك صلاح مصدق اللي انت كنت بتنزله، ابتدي بمحمد السيد، ما دي شغلانته، بدل ما تنزله بعد خراب مالطا. لكن للاسف يانيك فيريرا، وبقولها مره واثنين وثلاثه، زي ما قلت من فتره مع سيف زاهر ان الاهلي مش اقوى سكواد، والناس ابتدت تعترض عليا والاهلاويه يشتموني، امبارح هم بيقولوا نفس الكلام. زي ما قلت من 5 6 ايام والزمالك بيكسب، قلت الزمالك وحش والمدرب وحش، واحنا كل الماتشات اللي فاتت كزمالك ما لعبناش ولا ماتش حلو خالص، بنكسب. النهارده تتعادل مع المقاولين اللي طالع رقم 2 من الدرجه الثانيه وتتغلب ودي ورسمي من وادي دجله. يعني انت شفت وادي دجله، لعبت مع وادي دجله ماتش ودي في فتره الاعداد، فعارف الفرقه وشايفها. النهارده وادي دجله ومحمد الشيخ قدموا مباراه رائعه، لازم نحييهم ونسقف لهم. الراجل محمد الشيخ عنده 32 سنه، تفوق عليك. انت السكواد بتاعك لو انت بتتكلم على سكواد الاهلي قدام سكواد بيراميدز، 2 سكواد جامدين بالملايين الملايين، انت سكوادك قد سكواد وادي دجله 20 مره في السعر وفي الاثمان وفي الخبرات والمنتخبات. بتنزل فتوح تنزله لي نص ملعب، اول كوره بجون، غلطه بجون، وبتخلي لي بنتايك وهو بعيد عن مستواه. النهارده الونش خبرات، كل الخبرات، وراح المنتخب، كل الخبرات. استفدت ايه يعني؟ ما واحد بيزقك في كورنر ليك تروح راح ضربه، يعني ايه استفدت في ايه؟ ايه اللي يعني انتقام الرهيب يعني وزقني فاروح يلا اطرد؟ فين خبرات اللعيبه دي؟ فين خبرات؟ للاسف الزمالك سيء للغايه.